السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير، وأهلا بيك في قناة المتواضعة. ومش هقولك اعمل لايك وشير واشترك في القناة، هبدأ في الموضوع على طول. عندنا خبرين النهاردة مهمين جدا. أولهم طبعا إن الزمالك ممكن يستبعد من الكونفدرالية، وهقولك ليه. ما هي ناقصة، الزمالك ناقص. وعندنا موعد السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه. نبدا بالخبر بتاع الزمالك. الزمالك يا كابتن، زي ما انا قلت لك قبل كده يا مؤمن، الزمالك اصلا غرقان، يعني مش ناقص غرقه. فالدنيا بايظه معاه، وماشيين بالعلاج زي ما بيقولوا. فجينا بقى خبر زياده، يعني مثلا انت عارف ان الزمالك مفيش فلوس، والقيد ورئيس معزول، وخناقه بين الرئيس المعزول وكابتن الفرقه شيكابالا، وانقسام داخلي في النادي الاداره مقابل كباتن الزمالك. وقصه كبيره كده، لو قعدنا نبحث فيها نعملها فيلم. يعني نادي الزمالك ده ممكن نعمل ايه، كام فيلم كده ونعمله عليه. بطله بقى رئيس النادي المعزول، فيلم بطله شيكا، وهكذا. يعني المهم الدنيا غرقانه زي ما قلنا يعني. يوم الاتحاد الافريقي يعمل ايه؟ يقول لك تعالى بقى، انت ايه مشاكل بمشاكل، تعالى اما اعمل لك كمان مشكله. ايه بقى المشكله اللي الاتحاد الافريقي عملها للزمالك، او ايه الزمالك ليه مهدد؟ الاتحاد الافريقي اشترط عشان يديك رخصه اللعب في افريقيا، او تلعب في افريقيا، تكون سددت المديونات اللي عليك كلها عشان مشكله القيد. طب انت الزمالك عنده ايه؟ عندك مثلا الثلاثه الاساسيين، فلوس شيكابالا بتوع سبورتنج لشبونه، وفلوس اتشيمبونج، وحق الرعايه بتاع ابراهيم انداي. طبعا فلوس لشبونه او سبورتنج لشبونه شيكابالا كان اعلن في البيان بتاعه ان هي كانت بتخصم من مستحقاته من 2016، والفلوس ما دفعتش برضه. راحت فين الفلوس؟ فده السؤال اللي احنا سألناه في فيديو قبل كده. وطبعا يتسأل في الموضوع دوت الإدارة. وفلوس بقى تشيمبونج اللي هي ما دفعتش برضه، وفلوس رعاية إبراهيم انداي. طبعا ده غير فلوس في عندك باتشيكو ليه فلوس، عندك لعيبة مش عارف اليد دي ليها فلوس، لعيبة الكورة ليها مستحقات متأخرة. فالزمالك ايه زي ما بيقولوا كده، ايه الدنيا ايه بايظة. فمش ناقص كمان يستبعد من الكونفدرالية. لكن الاتحاد الافريقي دي شروط صارمة وما فيهاش رجعة. فلا اما تدفع المديونيات بتاعتك دي، او تجدولها بمعنى اصح، اما هتحرم من الاشتراك في افريقيا، او مش هتاخد رخصة اللعب في افريقيا او الكونفدرالية. ما هي ناقصة. المهم، فبالتالي الزمالك مطالب يدفع الحاجات دي. طب عمل الزمالك خد كارد، هم قالوا ب 300 مليون، لكن اعتقد ان هو في الحقيقه 200 مليون يعني. ايا كان 200 مليون 300 مليون، اعتقد المبلغ ده يا دوب، او مش هيكفي كل الكلام ده، بس هيمشي الدنيا. ففي الغالب في الاخر الزمالك هيدفع المديونيات، وممكن يتأيد طالما دفع المديونات او جدولها. لكن هو حاليا لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، الزمالك ممكن يستبعد من الكونفدراليه بسبب المديونات اللي عليه. فلو ما دفعهاش او جدولها، خلاص شكرا. مش هتشوف الزمالك في افريقيا السنه الجايه. هو كده ماشي خطوه خطوه، كان بيلعب في افريقيا، نزل بقى يلعب في الكونفدراليه، وبيراميدز خد مكانه في افريقيا، وبيراميدز داخل بقوه طبعا. ففي خطر على الزمالك السنين الجايه اذا فضل في نفس الوضع. الخبر الثاني يا كابتن معانا، الخبر الثاني اللي هو موعد السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه. طب الاهلي واتحاد العاصمه اعلنوا الاتحاد الافريقي، وطبعا هو هيتلعب في السعوديه. فجريدة البلاد السعودية قالت لنا خبر جديد، أو آخر حاجة، إن الماتش أو المباراة ستقام في 15 أو يوم 15 من سبتمبر. 15 يعني 11 على ملعب مدينة الملك فهد في 15 سبتمبر. هيبقى الساعة 8 بتوقيت الساعة الثامنة. ولو تعثر إقامته في الملعب اللي هو في الطائف مدينة الملك فهد، هينقلوه في ملعب الملك فهد في الرياض. لكن هو اليوم محدد يوم 15 سبتمبر القادم. وطبعا الاهلي زي ما احنا عارفين دايما متواجد في البطولات الكبرى،
في المباريات الكبرى، السوبر الافريقي، افريقيا، وحدث ولا حرج. كولر 5 بطولات، فقدامه البطوله تبقى البطوله السادسه لكولر من ساعه ما جه، وده طبعا انجاز. الراجل ماتش واحد هزيمه في الدوري، يعني الدوري يعتبر يعني قرب بلا هزيمه. فمنتظرين ماتش قوي بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري. طبعا الجزائر اشقاء، والماتش هيتلعب في السعوديه اللي هو برضو اشقاء. وان شاء الله نشوف مباراه جيده جدا. وانا طبعا مش عاوز اقول لان اهلاوي بتوقع للاهلي الفوز، لكن فنيا الاهلي اعلى، يعني نتوقع او نتمنى ان الفوز للاهلي المصري طبعا، ومع احترامنا للفريق الجزائري اتحاد العاصمه. لكن يهمنا نشوف مباراة قوية ومباراة جيدة بين أشقاء. ودي كانت أخبارنا النهاردة عن السوبر الإفريقي وعن الزمالك. في خبر أخير بس، إن كولر متأخر في موضوع المهاجم، مش عشان ما فيش مهاجم، لا، هو في 3 مهاجمين جاهزين حسب ما اتكلموا او حسب ما المصادر قالت لنا. في 3 مهاجمين هم معلوم عليهم، بس هم منتظرين سوزا، لان كولر يعني مصمم على دوت، وهو داخل دماغه جدا، وهو اللي داخل دماغ كولر. فالراجل مستني، والاهلي فتح مفاوضات تاني معاه، لكن المدرب هناك في النادي مش عاوز يسيبه. لكن الاهلي بيحاول، وعشان كده القندوسي لسه ما قرروش يطلعوه اعاره ولا لا، لان لو في حاله وجود مهاجم اجنبي القندوسي هيطلع اعاره، عشان ما ينفعش تسجل زياده، لان احنا عندنا 5 لاعبين اجانب موجودين، وانت مسموح لك وانت ب5، وانت موجود عندك ال5 اصلا. لازم تفرط في واحد اللي هو هيبقى القندوسي اللي هيطلع اعاره. فقريبا جدا الاهلي هيعلن عن مهاجم جديد. لو ما خلصتش صفقه سوزا هتلاقي في مهاجم من الطراز التقيل، الاهلي هيعلن عنه. وبكده خلصت اخبارنا. ولو عجبك الفيديو اعمل لي شير ولايك، واشترك في القناه اذا ما كنتش مشترك. يشرفني وجودك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.